السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده هنعمل مشروب الخروب البارد الجميل ده. طريقته سهلة جدا وبسيطة وما بياخدش وقت مننا خالص، وكمان فوائده رهيبة. لازم يكون معانا على سفرة رمضان. هنبدأ دلوقتي وهنشوف الطريقة مع بعض، بس يا ريت قبل ما نبدأ لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي ليندا ودي قناتي. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. ويلا نبدأ على طول في الطريقة. اول حاجه هحتاجها هي نص كيلو من الخروب. ده شكل الخروب للناس اللي ما تعرفش شكله. انا طبعا غسلته كويس جدا وبعدين هنبدا نكسره. طبعا هو بيبقى يابس جدا، فمحتاجه ان انا اكسره بسكينه تكون حاده جدا. فانا استعملت السكينه دي تكون يعني احد سكينه عندكم، وهبدا اكسرها على قد ما اقدر لقطع صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان نعرف ناخد كل الخلاصه بتاعه طعم الخروب. بالطريقة دي بدأت اقطع كل الكمية مكعبات صغيرة على قد ما اقدر، وده بيكون شكلهم. طبعا انتوا ممكن تجيبوه متقطع جاهز، ولكن انا بفضل انه يكون سليم وانتوا تقطعوه بيكون انضف. دلوقتي بقى في حلة سخنة على النار هبدأ انزل بكوبايتين من السكر. طبعا انتوا ممكن تقللوا كمية السكر زي ما تحبوا، ولكن كوبايتين من السكر المقدار المظبوط بالنسبة لي. ممكن انتوا تقللوا كميه السكر وتبتدوا تحلوه وقت ما تيجوا تجهزوه للشرب زي ما تحبوا. حطيته على النار لغايه ما ابتدى يتكرمل كده، وبعدين بدات اقلبه. ما تقلبوش قبل كده. اول ما يبتدي يديكوا اللون كده ابتدوا قلبوا فيه. هتحسوا في الاول وانتوا بتقلبوه ان هو شكله مكتل وشكله ما يشجعش خالص. ما تقلقوش، استمروا في التقليب وهو هيكرمل معاكوا وهيبقى بالقوام اللي انتوا هتشوفوه كمان شويه. بالطريقه دي انا بدات اقلبه. شايفين بدا يفك معايا ازاي؟ كده كاننا بنعمل صوص كراميل بالظبط. تمام كده قوامه فك معايا خالص. هبدا بقى انزل عليه بشويه من الميه البارده، ميه عاديه من الحنفيه خالص، وبعدين ببدا اقلب على طول. يعني ما تستنوش اول ما تنزلوا شويه ميه ابتدوا قلبوا على طول. انا نزلت بحوالي ربع كوبايه من الميه مع التقليب المستمر، وبعدين بدات انزل عليهم بالخروب. طبعا انتوا ممكن تنزلوا الخروب بدل الميه في الاول، ولكن السكر هيبتدي يكتل وهيتقل ومش هيبقى مظبوط. فيفضل طبعا انتوا تنزلوا شويه ميه الاول حوالي ربع كوبايه، وبعد كده تنزلوا الخروب. بعدين نزلت بقيه الميه. دول قد ايه؟ كوبايتين من الميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلبتهم مع بعض لحد ما كل حاجه امتزجت، وهسيبهم على النار يغلوا حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع. انا عاوزاهم يغلوا كويس جدا لحد ما الخروب ينزل كل الخلاصه اللي فيه وكل الطعم بتاعه. شايفين ده بيكون لونه الكراميل طبعا او السكر اللي احنا كرملناه بيساعد على اللون ده، بجانب الخروب نفسه بينزل كل الخلاصه بتاعته فبيدينا اللون اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بقى هبدا اصفي الخروب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في مصفى تكون ضيقه. انا عاوزه الميه بتاعته. بالنسبه لقطع الخروب دي ممكن تحطوها سناكس للاطفال، او انتوا كمان تاكلوها مفيش مشكله خالص، او ترموها يعني زي ما انتوا حابين، بس في ناس بتحب تاكلها. دلوقتي بقى نزلت عليهم ب4 كوبايات من الميه البارده ويكون فيها مكعبات تلج عشان تسهل عليا، وبدات اقلبهم كلهم مع بعض. مش محتاجه ان انا اضيف سكر تاني لانها اوريدي حاطه فيها السكر. وبس كده هبتدي اقدمها. مش عاوزه اقول لكم بقى فوائد الخروب بالنسبه لمرضى ضغط الدم وكمان مرضى الكوليسترول. بيخفض الكوليسترول الضار جدا. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو والطريقه تكون عجبتكم، وبالف هنا وشفا الكل هيجربها. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.